وبركاته. عاملين ايه؟ بعد كشف تحقيقات النيابة العامة في مصر تفاصيل جريمة القتل اللي قامت بيها البنت وقتلت والدتها، ما قدرش خطيب البنت يصدق او يتخيل ان خطيبته هي اللي اقامت علاقة مع طفل عنده 14 سنة وكانت معاه لوحدها في المنزل، وانها شاركته في قتل امها بشكل بشع. بيقول محمد القطان خطيب الفتاة ان اسرة خطيبته والضحية اسرة بسيطة وفقيرة، وان خطيبته كانت ملتزمة وعلى خلق وهي طالبة جامعية، وما شافش منها خلال فترة الخطوبة الا كل خير. وبمعرفته بالمتهم التاني في القضية بيقول ان هو شاب وصفه بانه بلطجي ولص، ولا يمكن ان تكون في علاقة تجمعه بطالبة جامعية زي خطيبته، خاصة ان صورته بالجروح المتواجدة في وجهه ما تخليش اي بنت تقبله. وتوقع محمد ان يكون هناك تهديد اتعرضت ليه خطيبته من البلطجي، وبيقول انا بمعرفتي بيها شايف ان هي ضعيفة وبسيطة، ممكن تكون خافت منه، ممكن يكون هددها ودخل البيت بالتهديد. انا عارف ان ده اللي هي عملته غلط وانها مذنبة في القضية، واكد ان هو بينتظر بس عشان انتهاء التحقيقات عشان يتأكد بشكل قاطع لو كان مخدوع فيها كل الفترة ديت ولا لا، وهل بالفعل كانت خطيبته بتمارس مع الشخص ده افعال داخل المنزل، وهل شاركت فعلا في قتل والدتها، وان هو لو اتضح ليه ان هي مشاركة في كده هيكون اول واكتر المطالبين بتشديد العقوبة عليها. لو عجبك الخبر يا ريت ما تنساش تدوس اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.